كارثه بتحصل حوالينا ومحدش بيتكلم عنها. في صحف وقنوات زي نيويورك تايمز والجارديان وسي ان الامريكيه وبي بي سي البريطانيه، ولازم نسال نفسنا ونسال ليه؟ لان بكل سهوله في مراكز ابحاث هناك وشغلتها تضرب في مصر ليل ونهار عشان تضغط على الحكومه وتشعل الراي العام اللي هو سيادتك. اظن الامور وضحت ليك اكتر. لا وكمان خد المفاجاه دي، ناس من جوه مصر بيتعاونوا معاهم من غير ما يفهموا انهم بيخدموا مخطط اكبر منهم. هبسطها لك، لما يخرج خبر من عندهم عشان يلخبط الشعب، واما انا اساعد في نشر الخبر ده هيكون طبيعي بخدمهم، والمطلوب اني ما انشرش اي خبر ليهم وخلاص من غير ما اعرف يقصدوا بيه ايه. ده هم شغالين علينا اكتر ما هم شغالين على دولتهم، وده كله عشان بيخدم مصلحتهم. طيب اشمعنى مصر؟ عشان بكل بساطه لو بصيت حواليك هتلاقيها هي اللي متماسكه ولسه عندها جيش قوي وقرار مستقل، ولسه عندها تاثير في ملفات زي ليبيا والسودان وغزه وسوريا. ومصر وقفت قدام خطه التقسيم في العراق وليبيا وسوريا واليمن، ومصر لحد النهارده بتقولها صريحه، امننا القومي خط احمر. وعشان كده كل شويه ضغوط في سد النهضه. ما خرج ترامب من اسبوع وقال لك امريكا مولت سد النهضه بفلوس غبيه مع تقارير مغلوطه وتحرير اجنبي وحرب نفسيه. اوعى تفتكر اللي بيحصل صدفه، ودي مش مجرد ازمه اقتصاديه وخلاص، احنا قدام مخطط متعمد وبشكل متكرر. وانت كمواطن لازم تبقى واعي وتفهم اللعبه ضد بلدك، ومين بيحاول يسوق لك الاخبار بطريقه فيها سم وانت مش حاسس بخطوره الاخبار دي. يا رب اكون شرحت لك الامور بشكل مبسط، وما تنساش تساعد الفيديو انه يوصل لاكبر عدد عشان المعلومه توصل لغيرك، ولايك لو عجبك الفيديو، وكومنت عشان رايك مهم، واستنوا الفيديو الجاي لان فيه معلومات اخطر بكتير. يا رب احمي مصر. سلام.